نعم. فكان النقاش الطالعين منه قال لي والله طالعين 7 كده كذا كذا. قلنا له انا كرئيس نادي الهلال طبعا انا ما ديكتاتور بقترح، لكن في النهايه يمكن اعضاء المجلس الاحترام والمساله الرئيس عنده قدسيه برضه يعني. لكن كان المقترح والراي بتاعي انه والله يا اخواننا انا رايي حسب البلان الحاشم 2015 ان احنا ما نعيد غير بويا وبش. حتى بكر المدينه كنت حتى بكر المدينه برا الحسابات. هو اللاعب يمكن اصبح نمره واحد في الموسم. لا ما خلاص، ما انت كل زول بينظر لشيء بمفهومه وبنظرته هو. يعني احنا ممكن نختلف انا وياك في الشاي ده انت بطريقه يعني مساله طبيعيه في الحياه. طيب فكان الرد بتاع اللجنه اللي قاعده معي يا اخي يا ريس يا اخي انا نعتقد ولو سمحت انه اخونا بكر المدينه ده، والكلام ده ما بقوله يعني تغليل اللسان ولا مش المريخ. نعم. الجاي حقوله عن بكري واعتقد انه اعظم من الشيء اللي حقوله عسي. نعم. فقال لي يا ريس يا اخي بكري ده، قلت لهم يا اخواننا ودي حقيقه يعني انه يا اخي اللاعب بيضيع والمرمى فاضي 5 أهداف. جيبوا لي ريبورت عن بكري لقينا حصيلته كلها ما تتجاوز في 4 سنة ولا في كم 9 ده ما تدخل في الشأن الفني؟ لا انا ما الرئيس، ما انا بناقش. نعم. وانا ما رئيس كمان دلدول. الشأن الفني انت بترفع توصياتك وبنشارك وبنتناقش. يعني ما مسألة بتاعت انه انا يجيني مدير الكرة يقول لي يلا يا محمد فضل الله ده سجله واللاعب انا اسجله. وانا ما عندي برضه انا رئيس وانا رئيس. ايوه رئيس وبناقش يعني. وفي كبار هلال بناقشهم وفي كبار لاعبين بناقشهم. نحن ما بنتخذ قرار صحيح. نعم. النقاش وصل لانه ايوه على اساس انه قال لي بكري يسجل. قلت لهم يا اخي طالما انتوا ده قراركم انتوا تتحملوا النتيجه، لانه التيم الجاي ده والمحترفين واولادنا الان بكري ده يعني ما اعتقد انه حيقدر يمشي قدام لانه فاقد التركيز وغيره وغيره، رغم انه لاعب سريع يعني. يعني المسألة ما كان فيها القروش وما القروش؟ لا أول حاجة مسألة إنه الهلال ما قدر يدفع. المليار ده يا أخي دقيقة أقول لك كلام. يا أخي شوف أقول لك كلام. اللي يقول الهلال ما عنده قروش أنا بعتقد مع احترامي لكل المشاهدين ده إنسان معتوه. نحن القوة المالية الضاربة في البلد دي. أقول بالفم المليان الهلال الآن القوة الضاربة المالية والله لو شينا إنه جيب ميسي لجبناه. والتم بيننا وبين بكر المدينة. نعم. كان في عقودات. لا انا احكي لك اللي حصل. نعم. جو وفي المنزلي وجابوا بكري وجاء اخونا اللاعب بويا وجاء معاهم اخونا الكابتن عمر بخيت وبشه. جاء بكري ومعاه نفرين. نعم. فقلت لهم مرحبا بكم انتم، قال لي انا اخوه انا خاله. قلت لهم طيب يا اخواننا اللجنه قاعده خلاص احنا هنبتدي بالجماعه دي عشان يمشوا. نعم. ما في داعي ناخرهم. دخلنا ديك الغرفه صالون بهناك وناديت بكري، كان قاعد معنا ابو بكر مصطفى وكيل اللاعبين. يا بكري ده خالك؟ قال لي ده اخوك. قاعد انت بتتفاوض بنفسك ولا مفوض النازل؟ قال لي لا انا مفوض النازل. قلت له امشي يا كابتن اقعد هناك مع اخوانك. قعدنا نتناقش في المسألة والكلام ده. يمكن خاله واخوه ابو بكر مصطفى قاعدين. قلت لهم يا اخواننا الحصل شنو مع اللجنه دي؟ 3 يوم انا كنت ما في. فقال لي والله يا اخي الناس ديل يا عماد الطيب الحاصل شنو؟ قال لي الناس دي انا حدنا 350 للسنه وهم قالوا دارين كم؟ قالوا دارين 650. وها وانتوا يا الكلام ده صحيح يا هيثم اللي هو ده خال بكر. قال لي الكلام ده صحيح. قلت له طيب انتوا الاثنين قلتوا كلامكم وانا عايز اقول لك كلام يا هيثم واخوه الثاني ما بتذكر اسمه. انا قراري كان رئيس نادي الهلال اشطب بكري. قال لي شنو؟ قلت له القرار بتاعي انه بكري ده ما يسجل ما يعيدوا تسجيله في الهلال، لكن المجلس اصر على اساس انه واحترامي لاخواني اللي معي في المجلس واللجنه الفنيه انا مشيت القرار ده. دي معلومه خذوها، دي جديده. لا دي ما هو ابو بكر قاعد الناس كون هم ذاتهم اذا شاهدوا فيني بيسمعوا الكلام ده.
طيب بدينا في نقاشات وكذا وكذا وكذا. المسألة هيثم ده خاله ده أشرف يا أخي، بكري ده محتاج وداير يبني وهو مسؤول عن ده الكلام كان أيوة، وعن مسؤول عن أهله وعن غيره وغيره وغيره. وبالتالي أنا لو زدت المبلغ ده هوصل لكم بناء على الرسالة اللي بيأدي فيها بكري لأهله، لأنه الرسالة أكبر من كرة قدم طالما هو مسؤول من أهله. والكلام ده هم بيسمعوني وبيسمعونا. انتهينا ب 650 مليون ولا 620 مليون دي في السنة. هاي في السنة اللي هي مليار و800. تاخذوا كم ما تاخذوا كم. وصل النقاش انه ياخذ 820 مليون لانه القطعة ب 700 وال 120 عشان اهله اللي قالوا دين. عندي ولدي شغال معي في البيت يا ادم يجيب 810 مليون. جاب القروش عدوها باب يستلم القروش بتاعته. امضوا لا الناس الشهود دي كلهم قاعدين. مضى على اساس انه ياخذ السنه دي والسنه اللي بعدها. هذا اي لاعب يعني تديه جزء. فقال لي يا اخي ابوه اتصل قال يا اخي سنه كثيره يا اخي عمل له 6 شهور 6 شهور. قلت له جدا يا اخي اقول لكم كلام انا ما داير اخرب السيستم بتاع المجلس ولا التسجيل. يا اخي تعالوا انا اسافر تعالوا نوديكم القروش. شكرا يا اشرف وكده وكده ومبسوطين ومشوا شالوا القروش ومشوا. على اساس انه المدى منتهي. انا في كونه يمشي المريخ ولا يمشي، انا طبعا اكثر زول شمتان في مجلسي ما ناس المريخ بالمناسبه، باعتبار انه كان نظرتي صاغبه وما كان قايل فيها. انا كنت اتكلم من جانب فني، ما كنت قايل فيها انه لاعب في مقتبل عمره، حتى اهله يساعدوه انه اللي يفابئ العهود والمساله بتاعت الخلق والمسائل دي يعني مساله. وبرضه بلوم ناس المريخ على سنه يعني كونه لاعب مضى معلش قبل ما يمضى مساله. لكن في النهايه نحن الهلال اكبر من بكري ونحن ما اشتكينا وما حيلعب. وبكري ده لا حيلعب. تفكير احترافي منه دقيقه. لا التفكير الاحترافي باخلاق. اي شيء تتعامل باخلاق. ما انت ما ممكن تجي وتجيب اهلك وتستلم قروش الناس وتمضى وتمشي ثاني يوم على 200 مليون ولا 300 مليون. لكن هي المساله كان اكبر من المساله بفهم انه حياخذوا التيم المنافس لنا وانه حيكون انتصار. وما حيكون انتصار وبال بدريد انه هم عارفين وعرفوا في النهايه انه اللاعب ده ما حيلعب واللاعب ده حيتحاكم. دي عرفتها كيف؟ لا ما عندنا اتصالاتنا بالفيو وبغيره وفي سوابق والمساله بتاعت يعني ما يعني حتى انا كنا في برضه حديث انه اللاعب اللي يمضى برا من غير وجود الاتحاد برضه ممكن. ده عرف. فرق بين عامله الاتحاد فرق بين العرف وبين القانون. بعدين ده لاعب محترف ما داير اطلع اسراري، لكن انا بتاسف على انه اللاعب ده حيضيع مستقبله. نعم. وما حيواصل. ونحن هذه القضيه انتم متواصلين فيه ووديتوه الفيفا لا ما عسر راجعين هناك. بلس الغلطه الكبيره اللي وقع فيها الاتحاد العام. نعم. بكري لا عسر يلعب يعني لحد يوم 30/11 هو لاعبي وعندهم العقد. انت كيف يا اتحاد عام اذا ما متواطي اللاعب ليه هو لاعب الهلال تجي تسجله في كشوفاتك؟ ما في برضه يعني بدايه فتره التسجيلات. فترة التسجيلات دي ما من حق الاتحاد هو اعلنها انه تبدا يوم 1/11. لا انت ما فهمت كلامي. انا بتكلم لك عن شيء ركز معي يا محمد. المكري المدينة هو لاعب الهلالي لهذه اللحظة بموجب العقد الموثق من في الاتحاد العام وموجود عنده في السيستم. يعني ما بيحق له يبدي الرغبة او يمضى في اي فريق الا بعد ينتهي. ممكن تفاوض. القانون بيقول لك تفاوض من قبل 6 شهور، لكن توقع والاتحاد يجي يسجل له وتسجله وانت عارف تجيب ملفه بتلقاه هو لاعب الهلال وعقده ما انتهى. المهم دي مسألة ما دارين اخوه كثيرة بالنسبة لنا بكري المدينة ولا طيب الهلال ما مضى معاه برضه يعني يمكن ليه عاوز يجدد له وكان خايف من شنو؟ هديناهم كلهم ماشي طبيعي. دي توصيات الجهاز الفني عملوا رفعنا مجلس الإدارة أجزنا ومضينا على مضض. وانا كلمتك قلت لاهل بكري شنو؟ انه ولدكم ده انا وصيت بعدم التجديد له. المهم ما في داعي طيب الجمهور. يعني موضوع بكري الان في انتظار انه يمشي الفيفا. انتم ما حتخلوه؟ هنمشي الفيفا وحنفتح بلاغات جنائيه يعني هي المساله نحن بنتكلم مش عن بكري. نعم. يعني بكري في النهايه حيجي راجع الهلال في النهايه ما حيلعب كوره ثاني.
ده انا كلام بقوله لك. طيب نحن يا دكتور نستاذنك نمشي نشوف فيديو نقرا عليه.